بعد ما نزلنا الجزء الأول من البرنامج اللي لازم يكون على أي جهاز عندك، دلوقتي الجزء التاني اللي هنستخدم فيه البرنامج وإزاي هنقلل المساحة اللي بيستخدمها البرنامج وأي برنامج تاني ونمسح الملفات اللي ملهاش لازمة ونشيك على النظام بتاعنا. تابع معايا الفيديو. هنروح على السيرش بار وهنكتب بي سي مانجر ونفتح البرنامج عادي. هيفتح عندنا بالشكل دوت. أول حاجة هنعمل بوست عشان يفضي الملفات اللي ملهاش لازمة، وزي ما إحنا شايفين هو مسح الtemporary files، في نفس الوقت خلّى الusage بتاعة الميموري قليلة أوي، بيدّينا مساحة أكتر وإن إحنا الجهاز يبقى أسرع. ممكن نروح على protection برضه ونتشيك على لو في فيروس أو أي حاجة. طبعًا هيفتح عندنا الwindows security فإحنا مش محتاجينه دلوقتي، وبرضه في نفس الوقت أنا عندي محمّل أنتي فيروس فمش محتاج برضه إن أنا أعمله من هنا. في عندنا برضه الstorage إن إحنا نقدر نسكان عليها ونتشيك ونعمل clean لأي حاجة مثلًا زي كده، وبكده زي ما إحنا شايفين هو فَضّى عندنا مساحة أكتر من 3 جيجا ونُص لحاجات ممكن تكون ما لهاش لازمة أو يعني واخدة مساحة على الفاضي أو أي حاجة. بس كده. لو لسه ما شُفتش الجزء الأول اتفرّج عليه عشان كنت شارح فيه إزاي تنزّل البرنامج بطريقة صح من غير ما يحصل أي خطأ أو أي حاجة. هتلاقيني سايب لك اللينك في أول كومنت وهتلاقي الفيديو اللي قبل ده على القناة. بس كده وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وفولو عشان يوصل لكم كل جديد.